مرحبا بكم الف مرحبا. كما وعدتكم، قلت لكم راح تكون الوصفه ديال الدجاجه اللي صوبت في العيد. الوصفه كتجي رائعه وزوينه. بالنسبه عندي انا هنايا دجاجه، المقادير جد بسيطه، والشرموله ما كتاخذش معكم وقت، كتوجد في ظرف يعني قياسي دغيا كتوجد معكم. مهم تبعوا معايا الطريقه وتبعوا المقادير باش تشوفوا الطريقه كيفاش طيبت هاد الدجاجه اللي كتجي سهله. وشكرا لكم على الاشتراك وعلى حسن المشاهده. عندي هنا دجاجه حجم اللي بغيتو. بالنسبه للاعشاب اللي غادي نسم بها، عندي هنا اليازير، الورقه ديال سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر، والهريسه غادي ندهن بها الدجاجه كامله. هذه هي الاعشاب اللي غادي ندير. غادي الملحه ما غاديش نديرها لحقاش الهريسه مالحه. ندخل هاد الزعتر وندخلو لداخل. نديرو هنا في الداخل في القلب ديالها. شويش ديال الهريسه غنديروه لداخل حتى هي. راه ما كتجيش حاره، وتا هاد الهريسه ما حارش بزاف. صافي كنجمعوا لها رجيلاتها. ندير لها خويط لان الفتحه جايه كبيره، ندير لها شي خويط باش يبقاو هكا الرجيلات مجموعين. صافي انا جمعت الدجاجه الرجيلات ديالها. بالنسبه تاخذوا شبيكه ولا تاخذوا الكسكس اللي عندكم ديال الكوكوط. درت انا هنا كاس ديال الماء، غير كاس واحد اللي غادي ديروا. كاين اللي كيدير الدجاجه منها الكوكوط، انا راني درت لها ديك الشبيكه باش ما تحرقليش. صافي جمعت لها رجليها كما شفتوا، وغادي نحطها على الصدر وغادي نشد عليها الكوكوط. غنخليها غير على ما تصفر، غادي نكون مجهده البوطه غير على ما تصفر التصفيره الاولى، وغادي نقص لها العافيه مهيله ونخليها طيب تقريبا واحد 40 دقيقه حتى 45 ديال دقيقه، ماشي بزاف. صافي الدجاجه هي طابت كما كتشوفوا. كنحشي فيها لديك العبيدات ديال الشوا باش نشوف الصدر واش طاب. صافي تقريبا راه كلها طابت، يعني ما غادي نزيدها حتى شي حاجه. صافي غادي نهز الدجاجه من الكوكوط وغادي نديرها في شي طبسيل اللي كيدخل الفران. غادي دهنوها باي حاجه عندكم، دهنوها بزبده، دهنوها ب... ب... واحد لاصوص ديال الشوا راها كتباع، انا دهنتها بها، كتجي فيها المذاق بحال اللي حلو. بالنسبه لهاد هنا راها كتباع هنا في ميركادونا، الثمن مناسب. دهنتها بهاد لاصوص كيجي بحال المذاق، دايره بحال تقريبا بحال الكيتشوب، ولكن ماشي كيتشوب، يعني فيها المذاق ديال الشوا. صافي دهنتها كامله وغادي ندخلها تحمر من جوج جهات، من الفوق ومن الصدر كما كتشوفوا انا كندهنها. بالنسبه للتحمر يعني عينكم ميزانكم، ما كتخليوهاش تحرق، يعني الطياب راها طايبه، يعني غير غادي تحمر ما غاديش تحرق. عينك ميزانك، كتبقاي كتجنبيها على الظهر وعلى الصدر وعلى الجنيبات حتى كتحمر معاك، وصافي كتنزليها. بالنسبه شنو غادي نرافق مع هاد الدجاجه، عندي هنايا جزر ولا خيزو، قطعوه باي ديكور بغيتو. المهم انا قطعته بهاد الديكور، كيجي هكا موز خراف. عندي هنايا، هانتوما شتو الديكور كي كيجي.
المهم كتباع، هادو راه كيتباعو في المحلات ديال المواد ديال الواني وداك. عندي هنايا الخضر اللي غادي نرافق معاها. عندي هاد المكور تيعيطولو مكور ديال بروكسيل على ما كنظن، راه موجود. كاين هنايا القوق، عندي جلبانه، عندي المهم الخضر اللي عندكم. المهم انا هاد الخضره هادي اللي مشكله شريتها مكونجوليه، يعني زدت معاها غير خيزو. تقدروا ديروا اي خضره عندكم، ماشي ضروري شي حاجه اللي ترافق الدجاجه. صافي، وكنرافقها كذلك بكاس ديال الروز. هاد الخضره هادي اولا غادي نردها تفور مع شويج ديال الملحه وشويج ديال الثومه بودر، غادي نردها تفور. صافي كما شفتوا عندي هنايا كاس ديال الروز، سلقته في شويج ديال الماء ومليحه، شويج ديال الزيت باش ما كيلصقش. الروز الكلاصي. الدجاجه هي وجدات، راني حمرتها من الجنيبات ديالها كما شفتوا. صافي، وموراها في نفس الفران غادي ندخل الخضره اللي فورتها، ندخلها نصوطيها شويش مع واحد القطرات ديال الزيت اللي كتصوطا في الفران، كتاخذ واحد اللوين. الروز كذلك هو وجد، خلطته مع الذره. تقدروا ديروا مايونيز، انا ما درتش، كيعجبني هكا ناكلو هاد الطريقه. صافي غادي ندوزو باش نزينو الطبق. كما غتشوفوا في الصوره انا زينت بالروز في الجناب على شكل دائري، يعني ما درتش الروز من تحت الدجاجه، درتو غير بالجناب. وحطيت الخضره بشكل كما كتشوفوا. تقدروا تزينوا بالطريقه اللي غتبغيو. بالنسبه للاصوص اللي حطيت انا، عندي هاد اللاصوص هذه حاره، دايره بحال المايونيز وهي حاره، بحال الفينيغريت، بحال تقريبا بحال هكاك. الدجاجه هي دي وجدات، وبالصحه والراحه. نتمنى يا ربي تعجبكم هاد الوصفه، وشكرا لكم على حسن المشاركه وحسن الاشتراك.